المثال أنه الأسبوع الماضي كنت بشارك في أربعينية أحد الإخوان الشيعة، دفن هنا السيد رضا الحجار، طبيب دكتور كان عندنا هناك. وإذا بشخص ما بعد ما خلصت يعني كلمتي يمكن كم دقيقة كده، واحد قفز من بين الجلوس خدني بالحضن ويبكي ويقول: أنا حسيت إنه أنا ناقصني شيء. أنت مين يا حبيبي؟ قال لي: أنا خطيب مسجد بقالي 20 سنة في الأردن، يعني خطيب وإمام وكذا ومهندس أيضا. تخرجت من كلية الهندسة فلم أجد وظيفة مهندس، قدمت وظيفة خطيب فقبلوني. وإذا أنت بتقول كلام عمره ما وصلني، كيف يا حبيبي أنت خطيب وداعية بقالك 20 سنة ومهندس يعني تعرف الاطلاع؟ قال لي: بدي أجلس معك شوي. قلت له: قابلني بكرة إن شاء الله. جه كان عندي 2 من المشايخ الأفاضل من أهل الطريق، أهل البيت، وفوجئوا إن الراجل يقول: أنا عاوز أعلن تشيع. فالحمد لله السيد مرتضى، أنا بقول له الحمد لله هذا الرجل قبل إنه ينطق بالشهادة الثالثة. قال: أنت قلت له بس الشهادة الثالثة؟ ده أنت قلت له الشهادة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وهذا تسجيل موجود عند السيد مصطفى، ممكن تطلبوه منه. المهم قلت له: يا أخي إذا كنت ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك بهذه الكلمة المتواضعة، قل على بركة الله: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول. أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله، يقول. أشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يقول. أشهد أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يقول. وأشهد أنهما سيدا شباب أهل الجنة، يقول. وأبوهما خير من، يقول. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن شرح صدري لهذا الطريق، وأعاهد الله سبحانه وتعالى ما بقي من عمري أن أدعو إليه. فحمدت الله سبحانه وتعالى أن هدى على يد إنسان واحد. في السابق يقولون أنه أسلم على أيدي أكثر من 4000 أمريكي، مكتوب هذه في صحائف، وأنا ما أعتقدش أنه يعني أسلم 4000، يمكن مثلا 1000 أو شيء. هؤلاء الناس، هختم بمقال واحدة صغيرة بس، مثال، وهذا المثال أيضا نفعني. أن الهداية تأتي من الله سبحانه وتعالى طول ما الإنسان عنده قدرة على التفكر والعقل إنه يستعمله. جاء شاب وشابة يقضون شهر العسل في لوس أنجلوس من بلاد العرب، جم حضروا عندي صلاة جمعة، وبعديها جم يسلموا علي في المكتب. انبسطت منهم، حوالي يعني 18 سنة 19 سنة، الرجل والمرأة نفس الشيء، محجبة وناس فاضلة. رايحين فين بعد صلاة الجمعة؟ قالوا: رايحين لاس فيغاس. لاس فيغاس دي عندنا بلد كلها يعني ما سمعتوا عليها، قمار ونساء وخمور ورقوص وأشياء من هذا. قلت له: هذه بوابة من أبواب جهنم، كيف توصلوا اليوم وتروحوا بكرة لاس فيغاس؟ قالوا: ما نقدر نغير الطريق. طيب يعني حاولوا تكونوا يعني دايما عندكم عقل، ما تعملوا أي نوع من اللي بيحصل في لاس فيغاس. قالوا: خلاص إن شاء الله، ممكن ناخذ البطاقة الكارت تبعك فيه الاسم والتليفون، تفضل. السبت مضى، الأحد عندنا برنامج، التليفون بيرن. عادة أنا أقول السلام عليكم، فإذا كان اللي في الطرف الآخر مسلم هيقولوا عليكم السلام، إذا كان أمريكي ما يعرف عن الإسلام شيء يقول هاي باي أي حاجة. السلام عليكم ما ردتش. قالت: أنا I want to speak to brother مصباح، يعني عاوز أكلم الأخ مصباح. كيف الأخ مصباح وما عارف السلام عليكم؟ معناه في شيء يعني عجيب. قالت لي، قلت لها: أنا مصباح.
قالت I have a question for you. أنا عندي سؤال لك. قولي. What Islam says about gambling؟ يعني ما رأي الإسلام في القمار؟ قلت إنه هذا يعني عبارة عن كبيرة من الكبائر ويعني shameful deeds وكلام من هذا وما فيهوش رأيان. قالت يعني ده رأي الإسلام في القمار وبتحتج. قلت لها نعم، ما فيش فيك قولان هذا. فالأسلوب اتغير مباشرة وقالت إذا كان هذا رأي الإسلام في القمار أريد أن أسلم الآن. قلت لها استني، مين أنت الأول وكيف عرفت اسمي؟ قالت أنا أشهر مديرة حلقة قمار في لاس فيغاس في 30 عام الماضية، وكل الكازينوهات يعني يتباروا في أنهم يحصلوا على خدماتي ويعطوني أعلى مرتب في كل الكارير ده. لغاية امبارح أنا كنت سعيدة وفخورة بالكارير بتاعي، يعني الشغلانة دي. قلت لها امبارح حصل ايه؟ قالت امبارح انا شفت ناس كده، واولا انا لما بلاقي حد من العرب، واحدة ست لفة نفسها في كذا في الوقت اللي احنا عندنا الدنيا صيف، واللي لابسة بيكيني واللي لابسة هيك وكلام، فسامحني يا ابا عبد الله، لكن هذا اللي بيحصل. فهنا استرعى انتباهي، فقلت دول ضروري أنا لازم أخذ منهم فلوس كتير وأحاول معاهم بقدر الاستطاعة اللي عندي في 30 سنة إنهم يلعبوا في قمار، ودول يقولوا أبداً لا. طب قولوا لي لا ليه؟ يقولوا we don't know English، ما نعرفش إنجليزي. لكن خدوا الكارت ده بتاع راجل اسمه برازر مصباح، يعني الأخ مصباح، كلموه وهو يشرح. فأنا أخذت الكارت وبكلمك، والآن أنت قلت لي وأنا عاوز أسلم وهروح أستقيل فوراً من هذه الشغلة. ليه يا ستي؟ قالت لأني لما أنت قلت لي إن هذه الوظيفة حرام وهذا القمار حرام، مر علي شريط 30 سنة في 3 ثواني، فرأيت اللي كان يقتل نفسه لما يخسر فلوسه، اللي يبيع زوجته، اللي يبيع أولاده، اللي يشرد أهله، اللي يعمل كذا، اللي أصبح يعني هوملس من بعد ما كان عايش في قصر ما عاد أنه عايش في الشارع. فلقيت إن هذه كل حصلت في 30 سنة الماضية وما كنتش دريانة بيها، ما دريتش إلا ما أنت قلت لي إنه هذا غلط. حسيت إن قلبي اتغير فوراً وأنا عاوز أروح أستقيل، بس لو سمحت لي إني أعلن إسلامي بالتليفون وأجي لك بكرة تكلمني عن الإسلام وعن غيره الحاجات اللي أنت عاوزني أعرفها. بس بالله عليك ممكن أقبل الشهادة في التليفون؟ قولي بالتليفون وهي تبكي وأنا أبكي. أشهد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، بالعربي كلمة كلمة وبالإنجليزي كلمة كلمة، وتبكي وأنا أقول لها هذه الشهادة يعني الإسلام يجب ما قبله، كل ذنوبك في 30 سنة دي وقبليها راحت بسبب الشهادة هذه. جد بعد يومين وجايبة راجل معاها، تقول هذا زوجي كمان عاوز يسلم، هو كان بيشتغل ماجيشن يعني ساحر في لاس فيغاس، كمان هو ترك هذا وجينا إن شاء الله إحنا هنطلع من عندك هنروح نعمل ريتايرمنت في كندا وملناش دعوة بلاس فيغاس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام الصحيح، وأن يوفقنا إلى ما فيه خير ديننا ودنيانا على اتباع الصراط المستقيم، صراط أهل البيت عليهم السلام. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.